السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قصة جديدة، قصة حقيقية كيف ما ديما وكيف ما عودتكم. القصة ديال اليوم ديال أخت أميمة. المهم، كتعاود لينا أميمة وكتقول فاش كان في العمر ديالها 18 سنة خدت الباك، وخدت الباك بواحد النقطة اللي زوينة، وكان الحلم ديالها تقرا داكشي ديال الطب، ولكن الامور الماديه ديالها ما مساعداهاش. يعني كانت كتسكن بعيده، خاصها باش تمشي تقرا في داك ليكول ديال الطب، يعني خاصها مصاريف اللي كثيره، والوالدين ما كانوش في حالتهم، يعني ما يقدوش يديروا لها داكشي اللي بغات، ما يقدوش يوفروا لها كاع داكشي اللي بغات. فكتقول اميمه شافت الحلم ديالها يعني كيضيع بين يديها، وهذاك هو الحلم اللي كان عندها من الصغر. فشنو غادي دير؟ غادي تخرج من الباك، ما غتكمل لا قرايه لا حتى شي حاجه، واخا جابت نقطه زوينه، وغادي تقرر باش تمشي تقلب على شي خدمه، يعني غير هكا في داك لاجونسات، هكا في مثلا في شي مرجان بحال هكا، باش تعاون والديها، لان الحاله ديالهم كانت ضعيفه بزاف. كتقول ما يمكنش نزيد نكمل قرايتي، ووالديا يعني محتاجين، ما كيلقاو حتى ما ياكلوا. المهم بدات كتقلب، كتدفع لداكشي ديال المرجان، كتدفع لداك كارفور بحال هكذا باش تلقى شي خدمه، والو ما كتلقاش. مشات دفعت لداك ديفاكتو د الحوايج، ولكن والو، ما لقات حتى شي بلاصه ما قبلتها. واحد النهار وهي دايزه من واحد لاجونس كبير ديال السيارات، كيبيعوا فيه الطوموبيلات داكشي، المهم كلشي جديد. تما وهي تشوف واحد السيكوريتي واقف تما، وهي تقول له عافاك واش ما كتدخلوش معكم البنات؟ قال لها كندخلوهم، يعني كيخدموا مره مره كتهاد. قال لها شوفي كتبي السي في ديالك واريه ندفعوا لك. وميمه كانت واحد البنت اللي زوينه ما شاء الله، شي عينين عندها وشي بشره وشي، المهم ما شاء الله عليها تبارك الله، بنيته اللي زوينه بزاف ومؤدبه، ومن اللباس ديالها كتبان بنت الناس. هذاك السيكوريتي بقات فيه وعجباتو في نفس الوقت. قال لها شوفي غادي تكتبي السي في ديالك، انا راني قديم في هاد لاجونس وغنعطيها للمعلم، يعني غنقول له راه جات واحد البنت ها شنو ها شنو، وراه طلبي زهرك، وكنظن راه غيقبل بيك، لان راه خاصهم في واحد البنت في واحد البوست هنايا. قالت له شكرا بزاف. مشات اميمه وصوبات السي في وجابتو لداك السيكوريتي، ومن بعد تقريبا واحد 3 ايام كيعيطوا لها في التليفون وكيقولوا لها اجي راكي تقبلتي باش تبداي الخدمه معانا. المهم دخلت لداك لاجونس ديال السيارات، كيبيعوا فيها الطوموبيلات الفاخره، الطوموبيلات كلشي جديد. دخلت بدات هكا، المهم وراها شنو تبقى دير، كيفاش تتعامل مع الكليان، كيفاش تهضر مع الناس. بقات خدامه تقريبا تما واحد 3 شهور وهي خدامه، معقوله، ظريفه، زوينه، مؤدبه، انيقه، داخله سوق راسها، ما فيهاش حتى حراميات وما فيهاش الغش، وكتخدم من نيتها، وكيف ما قلت لكم زوينه ما شاء الله ما شاء الله. فواحد النهار وهي كتهضر مع واحد الكليان، وبعدا ما قلت لكمش فاش بدات كتخدم في داك لاجونس، فهاديك لاجونس كثروا عليها الطلبات، يعني ولاو بحال نقولوا دخلت عليهم برزقها، ولاو الناس بزاف كيجيو يشريو طوموبيلات من عندهم، يعني ولات عندهم الحركه. فكل شيء اللي خدام تما كيقول ليها اميمه راكي دخلتي علينا برزق، يعني راه كنا بقليل فاش كنبيعوا، فدابا تبارك الله ما شاء الله من نهار اللي دخلتي معانا والحركه غادا مزيان. المهم بقات هكاك خدامين، كتخلص مزيان، كتعاون والديها، المهم ما خاصها حتى شي خير، فرحانه، واخا ماشي الحلم ديالها، وانما كتقول لقيت هاد الخدمه اللهم هي، ولا نبقى جالسه في الدار والحلم ديالي ما نقدرش نمشي نقرا في الطب، يعني ما عنديش. المهم كيخلصوها مزيان، كيتهلاو فيها، كيدوروا معاها، خصوصا ملي كيجي شي حد اللي لاباس عليه كيبغي ياخذ شي طوموبيله كيدوروا معاه. المهم كتاخذ الخلصه ديالها وكتاخذ التدويره من عند الكليان اللي كيجيو يتقداو من داك لاجونس. المهم ما علينا، دوزت معاهم تقريبا 3 شهور كلها مزيانه. واحد النهار اميمه كتهضر مع الكليان وكتشرح ليهم كتهضر معاهم على الطوموبيله وشنو النوع ديالها وهادي، وغادي يجي مول داك لاجونس، مول داك لاجونس، يعني مول لاجونس واحد الراجل اللي كبير ما كيجيش بزاف، ولكن الولد ديالو هو اللي مقابل لاجونس. غادي يجي وغير بالصدفه غادي يشوف اميمه واقفه كتهضر مع الكليان، وسبحان الله من تما السيد غادي يتصدم في اميمه، عجباتو بزاف، زوينه كيفاش الطريقه ديال الهضره باش كتهضر مع الناس، وكيفاش كتشرح للناس، وكيفاش كتواصل، وهي ما كتعرفش مول لاجونس، ما عمرها ما شافته، يعني ما كانش كيجي بزاف، قليل، ولا كيهضر غير مع الخدامه في التليفون. المهم فاش شافته بقى هو مصدوم فيها واقف وكيشوف. منين سالات اميمه مع داك الكليه اللي كان عندها كتشرح له كذا، مشات عنده وقالت له مرحبا بك سيدي، وشنو بغيتي، وشنو نوع السياره اللي كتقلب عليها، وحنا عندنا جميع انواع السيارات وها شنو. المهم بواحد الطريقه كتهضر مع داك مول لاجونس بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف ومحترمه وراقيه. ومول لاجونس
بقى غير مصدوم فيها. هي من طبيعة الحال ما عرفاش باللي راه هو مول داك لاجونس ديال السيارات. بالتالي منين بقات تهضر معاه بداك الطريقه، بقى كيشوف فيها وكيضحك. قال لها الصراحه والله الا قنعتيني، خاصني ناخذ شي طوموبيل. المهم بقاو كيضحكوا. قالت له مرحبا سيدي. المهم هي بكل احترام وبكل تواضع واللبيس ديالها محتشم ومحترم، صافي قالت له مرحبا، اللي بغيتي انا نصيبو معاك في الثمن وداك الشيء. المهم هذاك السيد مول لاجونس شافوه الخدامه وهو كيهضر معاها، وما جاو عنده قالوا له كيهضروا معاه. هذيك أميمة بقات كتشوف كتقول تما عرفت باللي راه داك السيد يعني راه شي حاجة، يعني راه كيجي يعني موالف كيجي لداك لاجونس، غير هي ما كتعرفوش. هنا هذاك مول لاجونس غيقول أميمة تبعيني للبيرو، من طبيعة الحال غتبعو للبيرو. في البيرو كيقول لها تشرفت بيك، وزعما صراحة الله عجبتني الخدمة ديالك، وكتباني معقولة بزاف، وبالطريقة باش هضرتي معايا وباش كتهضري مع الكليان زعما الطريقة اللي زوينة بزاف. وكيقول ليها صراحه الله هاد لاجونس ديالنا كان خاصها شي وحده بحالك هكا معقوله وثقه، وسبحان الله العظيم فيك واحد القبول اللي كتجلبي الكليان. لدرجه قال ليها انا براسي كنت باغي نشري وكنت غنسى بانني انا هو مول لاجونس. قالت له اميمه واش انت مول لاجونس؟ قالت له اسمح لي يا سيدي انا راني ما كنتش عارفك باش انا هضرت معاك يعني لا. قال لها بالعكس عجبتني الطريقه ديالك د الهضره وماشي مشكل. المهم قالت له اسمح لي يا سيدي نمشي لخدمتي. قال لها صافي سيري. مشات اميمه وبقات كتخدم كتكمل الخدمه ديالها مع الكليان وداك الشيء. السيد مول لاجونس كان كيجي مره في 3 شهور مره في الشهر، عنده مشاريع اخرى لا باس عليه وداك الشيء. ولا كيجي يوميا لاجونس، يوميا كيجي غير باش يشوف اميمه، وهي ما تخبرها والو، ديما خدامه عادي محترمه وكل شيء. هنا الناس اللي في لاجونس اللي خدامين كيقولوا لا، كيقولوا لا سبحان الله، بداو كيشكوا، بداو كيقولوا هذا ما كانش كيجي، ولكن منين شاف اميمه ولا كيجي يوميا. المهم بقات الهضره بحال هكا كدور واحد الساعه، وهذاك مول لاجونس غيقول اميمه عطيني النمره ديالك. قالت له لا، ما زعما انا ما عنديش التليفون، ما كنديرش التليفون نهائيا، ما كنهزوش وما كنديروش. يعني باش ما شي حاجه ما تبرزنيش على الخدمه وعلى والديا وانا ما. قال لها شوفي انا راه ما بغيتكش على شي حاجه، انا راه بغيتك نهضر معاك شي هضره د المعقول. قالت له صافي الا كانت هكا نعطيك النمره ديال الاب ديالي. بالفعل عطاتو النمره ديال باها. التليفون عندهم تليفون واحد في الدار، مره هو ديال الاب ديالها وبعد المرات كتهزو حتى هي. المهم عطاتو النمره ديال الاب، قالت له شوف لا بغيتي في شي حاجه الاب ديالي. هذاك مول لاجونس عجباتو بزاف السذاجه ديال اميمه والهضره والطريقه ديالها وداك الشيء. وبالفعل عيط لباها وقال له شوف انا راني بغيت السيده بنتك اميمه بغيت نتزوج بها. الاب قال له مرحبا بك ولدي، ولكن قبل خاصني نتشاور مع بنتي. وهو ما عرفش باللي راه هذا السيد هذا اللي بغى بنته باللي راه هو مول لاجونس وراه لاباس عليه. المهم فاش جات اميمه من الخدمه قال لها راه واحد السيد اتصل بيا، انت لما عطيتيه النمره. قالت له ما يمكنش، انا النمره عطيتها لمول الشركه مول لاجونس، راه هو اللي طلب نمرتي وقلت له ما عنديش انا النمره عطيته ديالك. قال لها واش عرفتي شنو طلب علاش بغى النمره؟ قالت له هي لا. قال لها راه جا راه هضر معايا وقال لي بغيت نجي نخطب اميمه. اميمه تصدمات لان مول لاجونس يعني واحد السيد اللي معقول، يعني واخا لاباس عليه من داك الناس اللي ملتزمين، عنده مربي شويه اللحيه وشخصيه. قالت له ما يمكنش. قال لها والله العظيم الا قال لي هذا خاصني نجي نخطبها. المهم ما علينا. اميمه قالت له البا راه يمكن كاين شي غلط. المهم لا غدا اميمه مشات الخدمه وجا مول لاجونس وعيط ليها للبيرو وقال لها واش ما قالكش الاب ديالك؟ قالت له لا، راه قال لي راه شي واحد عيط، راك عيطتي وبغيتي تخطبني واش بصح؟ قال لها هو هادشي علاش كنت طلبت نمرتك. المهم قال لها واش تقبلي بيا؟ قالت له انا زعما نقبل بك، يعني اي وحده راه تقبل بك. المهم ما علينا. مشى للدار ديالهم وداروا مشى للدار ديالهم وداروا الفاتحه وداروا الخطبه وكلشي. المهم داروا العرس، داروا كلشي داكشي مسروب، يعني ما عندهاش تسنى. كلشي متوفر، يعني هو لاباس عليه، عنده الفيلا ديالو فين غيسكنها، عطاها داكشي اللي بغات كامل، واخا هي ما تشرطاتش عليه، قال لها غتعيشي كيف ما بغيتي، المهم غير الخدمه ما تخدميش تجلسي في دارك وداكشي. صافي داروا العرس، مشات معاه لدارها. الدار كتقول اميمه فيلا كبيره غتسكن فيها غير هي وهو بجوج بيهم. بقات ساكنه معاه. من بعد واحد المده كتولد معاه واحد الوليد، وبقات عايشه في الدار. وميمه كيف ما ديما السيد ظريف، ما كيسلمش على العيالات، ما كيهضرش مع البنات هكا العائله، داخل سوق راسو. فاش كيجي شي حد من العائله هو كيخرج، يعني ما كياكلش معاهم.
المهم محترم بزاف وملتزم. كتقول اميمه اي وحده تبغي داك السيد. المهم هنا اميمه غادي دير واحد الغلط اللي كبير، غادي تقول له شوف الدار كبيره، هاد الفيلا كبيره بزاف ومع الوليد انا ما كنقدرش نشقى فيها بوحدي، بغيت نجيب شي وحده اللي تعاوني. غيقول لها الزوج ديالها اللي هو هذا، يقول لها شوفي دابا انت جالسه بوحدك وهانيه وداك الشيء، ما عندك علاش تجيبي شي وحده اللي دير لك المشاكل واللي تبقاي تعصبي معاها. خدمي اللي قديتي عليه ديريه واللي ما قديتيش عليه حتى الغدا وديريه. المهم بشويه عليك، راه غير انا وياك وولدنا، وقليل فاش كيجيو والديه، عنده واحد الام مو با كبارين، قليل فاش كيجيو عنده. قالت له واخا. المهم بقاو هكاك، ولكن ما بقاتش كتنعس مع الولد الصغير. في النهار خاصها تخدم الشغل وتوجد الماكله لراجلها، وهذا الراجل ما كياكلش في الزنقه غير الماكله ديال الدار. في التالي شافت راسها هكا، قالت له بزاف عليا، عييت، ولد ما كيخلينيش نعس، غنشوف شي خدامه. قال لها شوفي انا نصحتك وقلت لك ما تجيبيش الخدامه ودبر راسك. قالت له اميمه صافي. اميمه غادي تعيط لواحد تقولها لامها، امها غتقولها لحماتها اللي هي هذا. وغادي وديك عكوز اميمه كانت عندها واحد بنت خالة راجلها، كانت باغا زعما يتزوج بها، وهو ما كانش عنده معاها، كانت خفيفه. فهذيك بنت خالة راجلها غادي تقول لها، غتعيط لها وتقول لها سمعتكم باللي كتقلبوا على شي مساعده. هنا غتقول لها اميمه راه كنقلب على شي مساعده، ولا كتعرفي شي وحده جي صيفطيها لي. اميمه ما عارفاش باللي هاد بنت خالته كانت باغاه شحال هادي. المهم غادي تصيفط لها واحد البنت اللي باقا صغيره وزوينه ما شاء الله. المهم اميمه احسن منها، ولكن حتى هي زوينه وفورمه ما شاء الله. المهم ملي غادي تشوفها اميمه غادي تعجبها، تقول باينه باقا صغيره ودرويشه وداك الشيء، غتقبطها تخدم معاها. تقول لها تبقاي تباتي معايا وغتبقاي تمشي غير نهار الحد لا بغيتي تمشي. المهم البنت ما بياش، نقيه وحادقه وخفيفه، ومهم تخدم، كطيب، كتجفف، كتصيق، كدير جميع الانواع د الشغل. حتى داك الوليد ما كتطلقوش ميديا، ما كتخليهش يمشي عند امه اللي هي اميمه، ديما شاداه. ولدرجه ان داك الولد تعلق بداك السيده بزاف، تعلق بها لواحد الدرجه اللي لا توصف. اميمه كتقول باللي ملي كتمشي تتغدى كتمشي تشري لها شي بيجيمات اللي طوالين ومستورين، على حسب ان هاد البنيته اللي جابتها تخدم عندها الفورمه ديالها زوينه بزاف، وهي زوينه حتى هي وشعرها رطب وزعر. فكانت كتجيب ليها دريرات يعني فولار وهادو باجم اللي طوال. وكانت هاد البنت فاش كتمشي في الويكاند لدارهم كتجيب معها شي بيجامات اللي مفضوحين شي شويه وكتلبسهم. وكتقول اميمه كتحشم تقول ليها حيدي داك البيجامه، يعني كتخليها تفهم راسها. المهم مع المده كتشوف راجلها ولا كيشوف في هاد البنيته هادي، كيشوف فيها، وقال لها منين جبتيها وشحال في عمرها وعلاش كتخدم في البيوت زعما وعلاش ما كملتش قرايتها. المهم بحال اللي بدا كيبحث فيها. اميمه قالت له هادشي اللي كاين، راه بنت خالتك اللي صيفطاتها وراه ظريفه ومعقوله يعني ما فيهاش لا شفاره لا حتى شي حاجه، وراه ولدنا كيبغيها. المهم بقات عايشه معاهم، السيده عايشه معاهم. في الاول كانت كتمشي داك نهار السبت لدارهم والحد، دابا بالتالي ما بقاش كتمشي، بقات جالسه معاهم في الدار، ما كتخرجش من الدار. وحتى الراجل اللي ما كانش كيسلم ولا هي كيسلم على داك البنت وكيضحك معاها. وفاش كياكلوا مجموعين كيعيط لها تاكل، كياكلوا مجموعين وكيجلسوا مجموعين. المهم بحال السيد تقرب من هذيك بزاف. واحد النهار راجلها خلى التليفون ديالو ما عرفت فين مشى، وميمه غير بالصدفه كتدخل كتدخل الفيسبوك وكتلقى داك البنيته عنده صديقه ديالو في الفيسبوك. تما غتمشي عند راجلها وتقول له واش اش داك دير هذه صديقه في الفيسبوك ديالك؟ قال لها لا، راه غير صيفطت لي ميس طلب الصداقه وقبلتها عادي، يعني راها من العائله هذيك. وميمه صافي دارت راسها ما فيها حتى شي حاجه وبدلت الموضوع. من بعد داز على داك الشيء شي تقريبا شي 5 شهور هكاك. السيد تبدل بزاف، ولا فين كيسول على البنت، الا ما لقاهاش كيسول فيها، المهم كيتهاود معاه كيضحك. البنت زوينه حتى هي، فيرمتها زوينه مأيدبه وداك الشيء. المهم بحال اللي حل عينو فيها، زادت عجباتو حتى هي الصراحه كما كتقول اميمه. بقات كتشوف تشك بان راجلها عجباتو السيده. المهم واحد النهار وهي تمشي للتليفون ديال هذيك البنت دخلت تدوش، وكتقول اميمه هذيك ديما مقابله تدواش وتصواب، دير شويه ديال المكياج شويه ديال الكحول فاش كتسالي الشغل. المهم دايره بالحاله ديالها.
وميمه ما كتقول راها صغيره ما يمكنش تشوف راجلي. المهم واحد النهار غير بالصدفه غادي تهز التليفون ديال داك الخدامه اللي جابت المساعده، وبالصدفه غادي تلقى غتدخل لها الواتساب وغتلقاها كتصيفط في الواتساب وفي الفيسبوك غتلقاها كتصيفط الميساجات لراجلها. يعني كتسول فيه كتصيفط له الميساجات وداك الشيء. تما غادي تصدم صدمه عمرها، غادي تعرف بلي راه راجلها كيهضر مع داك البنت بلا اخبارها. وغتلقى داك الشيء بدا يتصيفط تقريبا مده هذه شي 3 شهور وهما كيهضروا في التليفون بجوج بيهم. هنا غادي تقبط داك البنت وغتجمع ليها حويجاتها وما غتقول لها حتى شي حاجه، وغتقول لها شوفي بعدا قبل ما غتجري عليها غادي تلقاها كتهضر حتى مع بنت خالته اللي كانت كتبغي هذا الراجل. وغتلقاها كتهضر معاه وغتلقى بنت خالته كتقول لها شوفي لبسي مزيان ولبسي مزير باش تديه ليها. يعني هاد بنت خالته كانت باغيه هاد البنت تدي لها راجلها، يعني ملي ما تزوجش بها هي ما بغاتوش لهادي. المهم ملي شافت داك الميساجات وداك الروينه وداك الفضيحه قالت للبنت سيري صافي سيري بحالك. البنت لزات حويجاتها قالت لها علاش انا ولفت بيكم وانا كنبغيكم؟ قالت لها لا صافي غير سيري. مشات بحالها. هذاك الوليد الصغير اللي كانت مقابلاه كيبكي لربي اللي خلقهم حيت مولف بها حل عويناتو فيها. فاش كان يلا باقي صغير كانت هي مقابلاه معلق بها ومولف بها يبكي. ومنين مشات كتقول اميمه بحال لي شي حاجه مشات من الدار، يعني كانت معمر عليهم الدار. الراجل منين جا في العشيه من الخدمه قال لها فين هي؟ قالت له صافي صيفطتها بحالها ما بقاتش صالحه لنا. لا قال لها علاش كون غير خليتيها والولد كيبغيها؟ قالت له لا صافي تمشي بحالها. دازت الايام واحد النهار وهي تهز التليفون ديال راجلها وهي تلقاه مازال كيهضر معاها وكيتواصل معاها. هي تواجهو تقول له واش زعما شنو هادشي اللي كدير؟ هادشي راه بزاف. هو يقول لها شوفي راه مش شحال هادي وانا كنتسناك باش تهضري معايا في هذا الموضوع، راني عرفت باللي سبقتي عليها ملي شتيها كتهضر معايا. انا ديك السيده راني كنبغيها وبغيت نتزوج بها، انا عجبتني بزاف، نقيه وحادقه وظريفه وزوينه. والمهم انت اللي جبتيها لي وانا حليت عيني فيها، كنشوف داك الشيء ديالها وداك النقه ديالها وداك اللباس اللي كتلبس عجبتني بزاف. دابا الا بغيتي تبقاي انت جالسه في دارك ما خصك حتى شي خير، انت ولدك والمكانه ديالك هي المكانه ديالك، وانا غنتزوج بداك السيده ما بغيتيش ديري اللي عجبك. كتقول اميمه مشات قالتها لامها وباها ومين اميمه صعيبه جات وبقات كتغوت على السيد، والسيد شخصيه ولا باس عليه ومهم قيمه ما خلاتلوش، بقات كتسبو وتخسر له الهضره وداك الشيء. هنا السيد اللي هو راجل اميمه غيقول لها تهزي والديك وتمشي بحالك صافي. قال لها كنت باغيك تبقاي معايا ولكن دابا غنتزوج وغتمشي بحالك وبراتك غتوصلك والنفقه ديال الولد غادي توصلو متنيه متلته. جرى على اميمه هي وامها وباها ومشى دفع الطلاق وطلق السيده. في الاول تعطل لهم الطلاق، اميمه بقات كتصيفط له ميساجات بلا خبر امها وكتربو كتقول الله يسهل عليكي ما تطلقنيش، نعيش معاك وديك الشيء واخا تزوج غير ما تطلقنيش، لان تعلقت به وزيد العيشه اللي عيشها لاباس عليهم، يعني معيشه عيشه زوينه. بقات كتبكي وترغبو. قال لها لا، قال لها شوفي انا في الاول ما كنتش باغي نطلقك، كنت حيت ما صغيتش بيك انت وكنبغيك وداك الشيء، ولكن ملي امك وصلت تخسر ليا الهضره وتسبني انا ماشي من داك المستوى، يعني من داك الطبقه اللي ديال هكا، صافي مستحيل نشوف فيك، انا غنتزوج براتك كتوصلك الولد نفقته غتوصلو. داك الشيء اللي كان طلقها بقى كيعطيها النفقه ديال الولد كيمشي يشوف ولدو كي هذا. تزوج بالسيده مده 6 سنين وهو عايش بها مع ديك السيده اللي كانت خدامه عندها، ولد معاها 2 بنيتات عايشه كي الاميره معيشها في داك الدار، قاده بدارها كتخدم شغلها لراسها هي والبنيتات مزيانين. اما اميمه مسكينه رجعت لدار باها ورجعت تقلب على الخدمه ولات خدمات مسكينه عاوتاني واحد الخدمه باش يعني باش تحاول تنسى. اما من ناحيه المصروف كتقول اميمه مخليها مخصوصا حتى شي حاجه، كيصيفط لها النفقه مدوبله على 3 ولا 4 المرات لولدها. وهي دابا كتقول اميمه ندمات على اللي جابت المساعده للدار، والندم الثاني كتقول ندمت على اللي يعني خبرت والديا، كنت غير بقيت معاه واخا يتزوج ماشي مشكل نبقى انا معاه عايشه معزوزه مكرومه. المهم هنا كتسالي القصه واميمه ما رداش ليومنا هذا، وهذه هي القصه والسلام عليكم.